اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاملين ايه؟ لو عندك عزومه بقى تعالى اقولك بقى هنعمل احلى عزومه واحلى اكل ممكن تعمليه. طبعا كلنا بنحب طبعا المحاشي بقى في البيت، لما يبقى في اي عزومه المحاشي بتنقذنا. ونعمل فرختين كده مشويين طريقه سهله وبسيطه جدا، والتتبيله تطلع روعه وجميله وبالجمال ده. بصوا كمان، والفراخ تبقى دايبه كمان. بصوا وانتوا يعني بتشوفيها استوت ولا لا. بصي يعني بتشيلي العظم بسهوله. بصوا زي ما انتم شايفين واستوت وبجد طعمها تحفه. تعالى اقول لكم بقى اول حاجه. طبعا معايا دلوقتي بصلايه. طبعا احنا عارفين المحشي بيحب البصل الكتير. حوالي حطيت كده 5 6 بصلات كبار. وعملتهم في الكبه لحد ما اتفرموا زي ما انتم شايفين كده على النار. ولما ابتدي اقلب كده حطيت شويه سمنه وشويه زيت لحد ما ياخدوا اللون. بصوا يبقى كله لون واحد، اللون الفاتح الجميل ده. هو ده اللون الجميل والحلو. طبعا زي ما احنا عارفين متعودين ان انا اتعلمت طبعا الطريقه دي من ماما. مامتي طبعا بتحط ايه مع البصل؟ بنحط ايه؟ شويه كده من الخضره، ما حطيناش الخضره كلها، حطينا شويه مع البصل. وعملت كده عصير طماطم 5 6 طماطميات، ورحت ايه حطاه على البصل. وهسيب بقى البصل يتسبك، هسيب قصدي الصلصه تتسبك براحتها. وابتدي احط التوابل، ملح وفلفل اسود و7 بهارات وبابريكا. كل التوابل اللي قلبك يحبها حطيها. وهنا بقى دلوقتي حطيت الرز بقى عليه. زي ما انتم شايفين بعد ما اتسبكت الصلصه حطيت الرز، وبحط طبعا نعناع كده فركته كده بايدي بجد حلو جدا. بصوا كمان الصلصه لونها حلو وكمان جميل. بقيه الخضره بقى بروح احطها على الوش، يعني انا باخد نص في الاول ونص التاني على الوش. هنا بقى معايا فرختين بقى يعني وزن 400 فرختين زي ما انتم شايفين حلوه جميله معايا. هنا التتبيله بقى حطيت طبعا فرمت بصلايه وطماطميتين، بصلتين وطماطميتين تلات كده من الفلفل الرومي. ولو عندك فلفل الوان هيبقى تحفه بجد، هياخد لون جميل. ومعايا هنا بقى التوابل، هحط سماق ومرقه اللي هي تحابيش دهب بقى. وهحط بقى ايه كركم وبابريكا وكاري وزعتر. هحط بقى التوابل دي بتاعت تحابيش دهب بجد حلو جدا. وهحط كمون واحط معلقه كده من الكزبره. كل التوابل دي بجد هتدي طعم جميل في الاخر وهتطلع حلو. ومعايا دبس رمان. دبس رمان ده اساسي طبعا في المشويات، طبعا بتبقى جميله وبتدي طعم وريحه جميله جدا. حطيت طبعا شويه زي ما انتم شايفين كده. هقلب بقى كده التتبيله، اقلبها كده مع بعض. هاجي هنا بقى دلوقتي. بصوا دلوقتي ايه يعني بعملها كده بالسكينه، بشققها كده بالسكينه عشان التتبيله تدخل جوه الفراخ وتبقى متبله من كل حته وتبقى طعمها جميل من جوه برضو. هبتدي طبعا اتبل بقى الفراخ زي ما انتم شايفين. طبعا انا غسلت الفراخ من عند بتاع الفراخ كويس جدا، غسلتها كويس جدا بملح وليمون ودقيق. هنا بقى دلوقتي ببتدي اتبل بقى من جوه، بدخل كده ايدي من جوه زي ما انتم شايفين كده، اتبل من جوه ومن بره ومن الجناب عشان التتبيله تدخل جوه جوه الفراخ وتبقى طعمها جميل. طبعا انا سبتها ليله كامله في التتبيله، ليله كامله في التلاجة، يعني تبلت الفراخ وسبتها ليله كامله. ولو انت بقى مستعجله ممكن تسيبيها ساعتين، حلو جدا. لو ساعتين بس افضل ان انت تسيبيها ليله كامله، تعمليها قبلها بيوم عشان تطلع التتبيله بقى تبقى جميله معاكي. هنا بقى دلوقتي حطيت طبعا من عند الورك زي ما انتم شايفين كده، حطيت ايه ورق ألمونيا زي ما انتم شايفين كده عشان الدبوس ما يتحرقش مثلا من بره من عند الورك كده، لا تستوي طبعا كلها. وهي طبعا كده كده اصلا لما تسيبيها ليله كامله في التلاجة هتنزل تتبيله ميتها زي ما انتم شايفين كده. هنا بقى جينا لتاني يوم سبتها طبعا زي ما انتم شايفين كده ليله كامله. معايا بقى دلوقتي معلقه من الزبده، جبت زبده المصريين حلوه جدا. هحط بقى معلقه من الصلصه الخام اللي هي هارفست دي، وهنزل بقى بشويه كده من الصويا صوص زي ما انتم شايفين كده، واقلب واعمل يعني اقلب كده زي ما انتم شايفين، واحطها برضو على الفراخ تبقى برضو تاخد لون برضو جميل. والصلصه الخام هتخليها تاخد لون كده محمر ما تتحرقش مني.
بصوا احلى تتبيله بجد ممكن تعمليها لفراخ يعني مشويه وحلوه جدا بجد تحفه. هبتدي زي ما انتم شايفين كده اتبل بقى من على الوش كده زي ما انتم شايفين، وبرده قلبتها على الناحيه التانية من الظهر، وبرده هتبلها زي ما انتم شايفين كده، وارجع برده احطها زي ما كان. عايزاكم بقى ما تنسوش بقى تعملوا اشتراك وتعملوا لي لايك وتتابعوني، تقولوا لي بتابعوني منين، وتشجعوني كده عشان انزل لكم حاجات جديده. هنا بقى يا حبايبي دلوقتي حطيت بقى ورق الزبده زي ما انتم شايفين، وهحط ورق ألمونيا وادخلها الفرن تستوي بقى براحتها. هسيبها ساعه في الفرن بالورق الألمونيا، والساعه التانية هشيل طبعا ورق ألمونيا واسيبها تاخد بقى اللون الجميل. بس ميزه الورق الألمونيا والورقه الزبده انها بتسرع التسويه معايا. هنا بقى دلوقتي معايا دلوقتي حطيت طبعا مرقه، لو ما عندكيش شوربه حطي شويه ميه كده في الحله وحطي مرقه، وحطي معلقه من الصلصه الخام، وبس كده هتسقي بقى المحشي. حشيت طبعا الكرنب زي ما انتم شايفين، وحطيت طبعا الطبق عشان ايه، حطيت طبق كده في النص عشان ايه الميه بتاعت الشوربه اللي انا عملتها ما تتمليش مني على الاخر ويبقى مهري مني. هنا بقى زي ما انتم شايفين سقيت المحشي، وهنا زي ما انتم شايفين شلت طبعا الورق الزبده ورق الألمونيا، واسيبها بقى تاخد اللون الجميل ده. هدخلها برضو يعني انا سبتها ساعه في الورق الألمونيا وساعه خلاص. زي ما انتم شايفين هنا بقى النهائي بقى الفينش بتاعنا. بصوا المحشي بجد حلو جدا. كنت عامله طبعا حله مشطشطه، والحله التانية جمبري. بصوا كمان الفراخ خدت لون جميل جدا وبجد حلوه وطعمها حلو جدا ومستويه معايا، وبجد الطعم خطير. التتبيله اللي انا عملتها هي اللي خلتها تبقى بالجمال والحلاوه دي. بصوا كمان ومستويه. يلا ما تنسوش بقى تعملوا اشتراك وتعملوا اللايك. باي باي يا حبايبي.